بعد أن كذبنا الشعب الجزائري أو بالأحرى شريحة كبيرة منه غير مصدقين المعلومات التي بيناها له حول تواجد ما يسمى بالبوليزاريو، وكذا تسمية المناطق التي يسيطر عليها داخل التراب الجزائري على أسماء المدن والولايات في المناطق الجنوبية للمغرب. جاء راضي الليلي ليؤكد للعالم ولكل جزائري مغيب عقله كل ما طرحناه من وقائع وأحداث بالصوت والصورة. نصل إلى العيون، وصلنا إلى ولاية العيون. لكن الأدهى والأمر من كل هذا هو التكلفة الباهظة التي تتحملها الجزائر من أجل إبقائه على الواقع البائس هذا واستمراريته. فليعرف الشعب الجزائري أن كل تحركات قادة ميليشيات البوليزاريو وكل بعثاته الدبلوماسية أو مكاتبه عبر العالم، خصوصا في الأقطار التي لا تزال تساند الفكر الانفصالي بالمنطقة، بالإضافة إلى اللوبيات حول العالم، تدفع فواترها من الناتج القومي الخام للجزائر. اليوم قد تساؤل المطروح: هل يصدق الشعب الجزائري كلام هذا أم ينتظر راضي ليل جديد ليؤكد الرواية؟